معروفة النساء ناقصات عقل ودين في الإسلام بيقلل من شأن المرأة وبيهينك. أنا مش عارف بصراحة أنت إزاي مكملة. طب أنت عارف ليه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن النساء ناقصات عقل ودين؟ لا معرفش. طب أنت عارف إيه قصة أصلا الحديث اللي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن النساء ناقصات عقل ودين فيه؟ لا مش متابع الحقيقة. وللأسف مش هقول بس إن غير المسلمين هم اللي بيعملوا كده، لا ده في مسلمين وبيعملوا كده. تلاقي واحد متضايق مثلا من نجاح أي بنت يروح قايل لها ده النساء ناقصات عقل ودين. وللأسف انت كده بتعمل اسم عظيم جدا جدا، لأنك بتستخدم أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بصورة خاطئة تماما، بتحطها في غير موضعها. تعالوا بقى نشوف الحديث ده أصلا ذم ولا مدح. الحديث ده كان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان في يوم عيد فطر أو أضحى، يعني هو محددش بالظبط اليوم ده كان يوم إيه، ولكن كان يوم عيد. فمبدئيا كده رقم واحد، أكيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مش هيوبخ النساء في يوم عيد. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مر على جماعة من النساء فقال لهم تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالوا له يعني ولما كنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال لهم تكثرن اللعن وتكفرن العشير. هتكلم عن الحديث بس الجزء بتاعه اللي تحت اللي بيتكلم عن ان النساء ناقصات عقل ودين، الجزء اللي فوق بيتكلم عن ان النساء اكتر اهل النار. فخلي اكتر اهل النار ده في فيديو بعد كده، بس هتكلم النهارده عن ناقصات عقل ودين. قال النبي عليه افضل الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تعالوا بقى باللغة بتاعتنا كده علشان نفهم يعني إيه أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني الراجل الحازم الشديد القوي اللي كلمته مش هتنزل الأرض أبدا، ده لو مامته ولا زوجته ولا بنته جت قالت له يا بابا عايزين نعمل كذا، أو بص إحنا كنا شفنا إيه، عايزين نشتري إيه، عايزين نعمل إيه، تلاقيه على طول بقى موافق. أذهب للب الرجل الحازم يعني إيه؟ يعني تاخد عقله كده المرأة وتطير بيه، يعني بص توديه وتجيبه ويوافق على الحاجات اللي هي بتقولها. ليه؟ عاطفة المرأة، هي المرأة عاطفية وحنونة وهي جبلت على ده. يعني المرأة مش بتتصنع ان هي تعمل ده، لا هي اصلا اتخلقت فيها الاسلوب ده وفيها الطبع ده، فتخليه بدل ما هو ما كانش موافق تخليه فجأة بقى يوافق ومرحب وهو اللي عايز. فهل ده بقى مدح ولا ذم؟ لما الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول اذهب للب الرجل الحازم، الراجل الشديد اللي كلمته مش هتنزل ابدا، تلاقيه فجاه خلاص ماشي نعمل عشانك. ليه هيقول كده؟ هل ده بيقلل مني او بينتقص من المراه، ولا بالعكس ده بيزيدها مدح؟ نكمل بقيه الحديث. فسالت امراه جزله فلما كنا يا رسول الله ناقصات عقل ودين؟ قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أليس شهادة إحداكن تعدل نصف شهادة الرجل؟ فهذا نقصان العقل. وإذا حاضت المرأة لا تصلي ولا تصوم فهذا نقصان الدين. امرأة جزلة يعني حكيمة، يعني امرأة مش اللي هو تافهة ولا امرأة ملهاش لازمة ولا امرأة ناقصة، لا ده امرأة حكيمة، هي اللي قالت للرسول وهي اللي سألت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعدين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام رد وقال عشان شهادة المرأة بتعدل نصف شهادة الرجل، ودي مذكورة في القرآن في آية الدين. ان ليه او ايه السبب ان المرأة تبقى شهادتها نصف شهادة الرجل؟ علشان المرأة لو نسيت تذكر احداهما الاخرى. موضوع سهل وبسيط مش محتاج اي انتقاص ولا اي ان واحدة دي مش هتدخل الجنة ولا المرأة ملهاش لازمة. فلو كانت فعلا المرأة قليلة قوي كده وانتوا حابين تستخدموا الحديث علشان تهينوا المرأة وتقللوا منها وتقللوا من كلام النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتستخدموه في غير موضعه، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل في خدمة المرأة، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جعل ان المرأة مسؤوليتها ان هي تربي الذكر والانثى. يا ريت الرجل المسلم يفهم كلام الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وبعد كده يجي يناقش المرأة او يجي يتكلم مع المرأة، لكن قصد التقليل والاهانة فده مش موجود عندنا في الاسلام. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.